اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي نحمي الوفايات بتاعتنا ونأمنها، وازاي نعرف مين متصل بالوفايات بتاعتنا، وازاي نمنع حد يتصل بالوفايات بتاعتنا حتى لو معاه الباسورد. سيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت وفي الايفون. النهارده هنتكلم لو الواي فاي بتاعتنا مش مغطيه المكان اللي احنا فيه كله، ممكن نزود ايه او نعمل ايه عشان يبقى المكان كله متغطي بالواي فاي. ممكن نستخدم راوتر قديم زي ده راوتر تي داتا قديم هنستخدمه كاكسس بوينت. وممكن نستخدم جهاز زي ده جهاز تي بي لينك كريبيتر. بس قبل ما نستخدم الأجهزة دي لازم الأول نعرف إيه أفضل مكان ممكن نحط فيه الراوتر. أفضل مكان للراوتر إن هو يكون في منتصف المكان اللي هو بيغطيه، يعني لو فرضنا إن إحنا عايزين نركب هنا راوتر، فأفضل مكان ليه هيبقى هنا أو هنا، بحيث إن هو يقدر يوزع هنا بسهولة وهنا بسهولة وهنا بسهولة وهنا بسهولة. لو ركبناه هنا هيبقى معظم الواي فاي ضايع في الشارع، وهيبقى المكان ده مثلا بعيد عليه. ولو ركبناه هنا هيبقى نفس الكلام، معظمه ضايع في الشارع والمكان ده هنا بعيد عليه. بس لو تركب هنا في المنتصف هيقدر يغطي كله بمنتهى السهولة، مش هتبقى فيه حاجة ضايعة. ويفضل إن احنا نحط الواي فاي في مكان عالي، يعني لو عندنا دورين عايزين نغطيهم بجهاز واي فاي واحد يبقى الأفضل نحطه في الدور اللي فوق. ولو عندنا شقة واحدة الأفضل إن احنا نعلقه فوق. نخلي بالنا من الحواجز الخرسانية، الواي فاي بيضعفوا جدا أي حاجز خرساني، فما نخليش ما بين الراوتر اللي بيوزع واي فاي والأجهزة اللي بتاخد منه واي فاي حواجز خرسانية كتير. آخر حاجة الأنتنة نفسها، لو محطوط على مكتب يبقى يتحط بالشكل ده كده، لو محطوط على حيطة يتحط بالشكل ده. وزي ما قلنا في طريقتين عشان نزود بيهم مدى الواي فاي. الطريقة الأولانية إن أنا أجيب جهاز أكسس بوينت أو أجيب راوتر قديم، ده راوتر تي داتا قديم، هوصله بالراوتر بتاعي عن طريق كابل نتورك وأخليه يوزع واي فاي. وده مناسب جدا لو عندنا شقتين مثلا فوق بعض، أو لو بيت كبير، أو لو مكان كبير وفيه أجهزة كتير، ده بيبقى مناسب جدا. تعالوا نشوف. إحنا كده على صفحة الراوتر تي داتا القديم، هنحوله لأكسس بوينت. نخش على لوكال نتورك، ندخل على WLAN SSID configuration. أول حاجة هنعملها إن إحنا هنكتب هنا نفس اسم الواي فاي بتاعتنا ونفس الباسورد، وندوس أبلاي. وبعد كده نروح عند لان DHCP سيرفر، ونتأكد إن التلات خانات دول هما نفس أرقام الراوتر اللي إحنا شغالين بيه، ونغير آخر واحد ده نخليه مثلا 200 أو أعلى، ونعمل DHCP سيرفر أوف. كده عملنا إعدادات WLAN الواي فاي، وعملنا إعدادات اللان نفسه، وندوس أبلاي. كده الراوتر ده يعتبر بقى أكسس بوينت، هناخده نركبه في أي مكان ونوصله بالراوتر عن طريق كابل نتورك. هو هياخد من الراوتر إنترنت ويوزع هو واي فاي للأجهزة اللي جنبه. نقول الخطوات تاني. هنخش على الواي فاي، نكتب نفس اسم الواي فاي ونفس الباسورد، نخش على اللان، نتأكد إن التلات خانات دول هم نفس التلات خانات بتوع الراوتر الأساسي بتاعنا، والرقم ده يبقى 200 أو أزيد من 200. نعمل أوف للدي اتش سي سيرفر وأبلاي، ونوصله بالراوتر عن طريق كيبل، ونحطه بقى في أي مكان إحنا عايزين نقوي فيه الواي فاي بتاعنا. الطريقة التانية إن إحنا نجيب ريبيتر، ده ريبيتر تي بي لينك، ده هياخد من الراوتر واي فاي ويوزع واي فاي. بس ده عيبه إن هو بيخلي الواي فاي أضعف شوية، هو بيكبر المدى بتاعها بس بيخلي سرعتها أقل. وممكن لو عندنا جهاز كمبيوتر مفهوش واي فاي ممكن نوصله بالجهاز ده عن طريق كابل نتورك، فهو ده الجهاز ده هياخد من الراوتر واي فاي ويدي لجهاز الكمبيوتر انترنت. تعالوا نشوف. دلوقتي احنا وصلنا الريبيتر على اللاب مباشرة، وهنخش على النتورك. هختار من هنا static IP واديله اي بي فوق ال 200 زي ما اتفقنا، واتأكد ان التلاتة دول زي الراوتر الاساسي بتاعنا، والجيت واي بتاعه هو الراوتر الاساسي بتاعنا، واعمل سيف.
وبعد كده اخش على الواي فاي، اختار يونيفرسال مود، واكتب هنا اسم الواي فاي بتاعتي وهنا الماك ادرس بتاعها، او اعمل سيرفي هيجيب لي كل الواي فاي القريبه مني، اختار الواي فاي بتاعتي واعمل كونكت وادوس سيف. هو كده هياخد من الراوتر نت عن طريق الواي فاي ويوزع واي فاي للاجهزه اللي حواليه وللجهاز المتوصل بيه عن طريق النتورك. وبكده يبقى خلصنا حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. لو في اي تعليق او اي موضوع عايزين نتكلم فيه اكتبوا لنا في التعليقات، واشوفكم في الفيديوهات القادمه. مع السلامه.